يعني شوف بس وطي صوتك، وطي صوتك، وطي صوتك، محدش يعلي صوتك. انا بكلمك، الماتش شغال قدامي جوه، يعني انا انا بكلمك من بره الاستوديو. يعني دلوقتي انا قاعد في الصاله والماتش شغال قدامي وخايف ادخل الاوضه، لان ماجد هاني جاب الجون ورا بره الاوضه. ماجد هاني جاب الجون في الاهلي وانا بره الاوضه، وانا بره الاستوديو، كنت في الصاله بعمل كوبايه شاي. فقلت هل يكون ده فعل حسن؟ ففضلت قاعد بره فافهم بس. فهل اسمع، هل الدنيا تمشي رايقه والماتش خلاص على كده؟ معرفش، بس بحيث ان انا لسه خسران من سموحه فالاهلي يخسر فيبقى هو خسر وانا خسرت وكده، يبقى كاني ما خسرتش الماتش او كاني ما لعبتش معرفش. يعني في كميه تغييرات كتير قوي نزلت. فعمر كمال على بتاع، فنهدى بس نشوف هو عايز يعمل ايه. خير ان شاء الله. عمر كمال جاب التعادل. الاهلي قال لي بص، عايز تشوف الماتش من المطبخ خش عيش حياتك. يعني لو عايز الماتش تشوفه من المطبخ وتعمل لنا لقمه ناكلها رايقه، اعمل كده. فانا يعني انا ما اعرفش، يعني خلاص بقى، يعني خلاص بقى الكوره بقى ايه في العارضه وبتاع وخلصت، مفيش حاجه من محمود متولي هوبا. لا، ما انت في العارضه علشان خاطر تجيبي شلل للناس، فتقومي راجعه لمحمود متولي لعمر كمال، فعمر كمال اللي لسه نازل يقوم جايب هدف التعادل. فانا خليني في الاستوديو جوه بقى، خلاص. يعني انا خليني في الاستوديو جوه، الموضوع منتهي معايا بقى، خلاص بقى. يعني ما يا جماعه، هو في ما علينا، ما علينا، بس ما نشوف بس الحكم هيدي 82 سنه وقت بدل ضيع ولا ايه. بالمناسبه يا جماعه، كان في طرد مستحق للاعب البلديه، انا بقول حق الله. الشوط الاول على بعد التدخل العنيف على اكرم توفيق، واللاعب ده كان معاه انذار فكان المفروض يطرد، ده حق الله. يعني انا بقولها برضو حاجه كده لله، يعني لان انا كنت بتكلم في الموضوعات دي لنادي الزمالك، فبتكلم برضو للاهلي. الواحد بيقول لي ليه واللي عليه. عايزه، هي مش عايزه يا حكم، يا حكم هي مش عايزه نخلص وتصفر يخرب بيت سنينك. هي مش عايزه الاهلي يا جماعه. مش ممكن موديست ده، يعني انا هسألكوا سؤال، موديست ده انتوا جايبينه يدافع مع الفرق التانية؟ مش ممكن، مش ما شفتش كده في حياتي، انا ما شفتش في حياتي كده. مفيش مهاجم بيعمل اللي ده بيعمله. الكرة لو رايحة للوينج بيوقفها في الطريق يرجعها لخط النص بتاع الفريق المنافس. ما شفتش، يعني موديست يا جماعه، يا جماعه موديست ده ما بيعرفش يمشي، ما بيعرفش يلعب، ما بيعرفش يعيش، ما بيعرفش يتنفس ولا ياكل ولا يشرب. يعني لما يجي ياكل حد بياكله، دي وجهه نظر. تعالى بس اما نكمل المباراه ونشوف الوقت بدل الضيع اللي هيبقى غايه في الخطوره. ثواني صفر يا حكم، صفر، مش عايزه الاهلي. تلاقي هو جول ملغي صح. يعني موديست يوم ما فكر يعمل حاجه جميله، يوم ما فكر يعمل حاجه صح، قام لاعب اسيست بدماغه الكهرباء وهو متسلل، فكهرباء رايح عمال يسجد الحمد لله جول. لا لا لا، ارجع للفار يا باشا، باشا ارجع للفار، ارجع للفار. فرجع للفار قال له يا ابني ماشي، ما فيش لمسه يد، الكره اوف سايد، خلصت هيصه اوف سايد. فموديست انت مكركب الدنيا، اما بتضييعك للفرص واما بحظك السيء جدا. وانا وجهه نظري ان الاهلي نقطه كويسه وخلاص بقى. والدقيقه كام؟ خلاص الحكم سيسفر خلال دقيقتين ثلاثه بالكتير معلنا نهايه المباراه بالتعادل الايجابي بين الاهلي وبلديه المحله، ولكن لسه متبقي في الزمن دقيقتين ثلاثه، ولسه الوقت وقف شويه عشان الفار. فاحنا ماشي، هنشوف ايه اللي هيحصل. ماشي. لا، الاهلي جاب التاني، الاهلي جاب التاني، الاهلي موديست موديست جاب التاني. يا كابتن طارق يا ادور يا جميل يا محترم يا معلق يا عالمي، هو ايه الجون الحلو ايه ده؟ ايه الناس الحلوه دي وايه الناس الحلوه دي؟ صوتي وحش قوي. طب ما احنا عارفين ان صوتك وحش. انت بتغني بتقول ايه الجون الحلو ده؟ احمد سعد بتخش لي على اختياراتي مدمره حياتي، حياتي اختياراتي مدمره حياتي، حياتي ليه مغناطيس. خش لي بقى مغناطيس، اسمها مغناطيس، اسمها مغناطيس لناس جميل. ما علينا. يعني موديست اللي عمال يضيع فرص من سنه 3، يعني من سنه 3 قبل الميلاد بيضيع في فرص، جاب هدف يعتبر هو هدف الفوز، يعني لان خلاص المباراه بتلفظ انفاسها الاخيره
والنادي الاهلي يعني لا حول ولا قوه. انا ما اعرفش ما الماتش كان خلص، ما انا كنت قاعد في الصاله، يا ريتني كنت فضلت قاعد في الصاله، كانوا خلص تعادل. يعني ما علينا، موديست جاب جون بعد برضه كوره ما خبطت، جاي شوط قلشت، قامت رايحه له، قام جون. جون ما تسالوش في حاجه، هي جون، هي جون يا باشا. وماجد هاني، يعني انت ماجد هاني قام جاب الجون، قام عامل احتفال السهم، كنت سكت. هما بيجزوا في الحاجات دي، بيجزوا. اما نشوف ايه اللي هيحصل. 2-1 للاهلي. هو في حد كان قاعد متوقع ان الاهلي ممكن يخسر؟ مش عارف، ده محتاج دكتور. بس ثواني، خلاص يا جماعه، خلاص انتهت المباراه بفوز النادي الاهلي بهدفين مقابل هدف بعد ريمونتادا في الميلتا باور. الاهلي يفوز على بلديه المحله في عقر داره، يعني بهدفين مقابل هدف، وانتوني موديست بيرقص مع اكرم توفيق وبيهزروا، وكولر سعيد وفرح، ولاعيبه الاهلي في منتهى الفرحه والسعاده. ويعني الاهلي يفوز على بلديه المحله بهدفين مقابل هدف. ويعني ما اعرفش ايه ممكن تاني يحصل علشان نكره الكوره في مصر ونتابع كوره مثلا فلبينيه، نشوف الدوري الفلبيني. مبروك للاهلي وجمهوره، حقكم تفرحوا، حقكم تفرحوا. في انتظار حلقه ناريه على اليوتيوب. بعد قليل، سلام عليكم.